بعد دخولها أسبوعها الثاني. علق النظام السوري على الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى. نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قال إن النظام متفائل مما يشهده الخليج، متابعا بأن المهزلة التي تشهدها منطقة الخليج توضح للجميع أننا على حق. وفي تصريحات لصحيفة الوطن السورية، قال المقداد إن الواقع الميداني في الخليج جيد الآن، ونحن متفائلون. وأضاف: كنا ومنذ البداية نقول إن بعض دول الخليج تقف مع الإرهاب وتمويله وتصلحه، ونعتقد أن قطر والسعودية متورطتان في كل الإرهاب الذي يمارس على الأرض السورية. وفي سياق آخر، زعم المقداد أن النظام يسعى رفقة روسيا وإيران إلى مواصلة مباحثات أستانة فاصلة منقوطة للوصول إلى حل للأزمة السورية.